السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، دي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده مكرونه الانسجام، مكرونه المحلات بطعم وطريقه. عايزه اقول لكم ان من جمال الطريقه انا معتمداها عندي في البيت، وده لان طعمها مميز جدا جدا وخاصه في الصلصه. باذن الله جربوا الطريقه وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقه، بس ما تنسوش بقى لايك حلو زيكم. وحبايبي يعني فضلا ما تنسونيش في اللايك، انتوا ناسيني خالص في اللايك. ما تنسونيش في اللايك وكمان الاشتراك. تعالوا بقى كده بينا نشوف الطريقه. اول حاجه بقى معايا كده بصلايه متوسطه اقطعها جوانح بالشكل ده. وبعد كده في حله عندي على نار متوسطه هنزل نص كوبايه من الزيت. هنزل كمان بالبصل الجوانح اللي قطعته. هبدا بقى احمره بالشكل ده. بعد ما ياخد لون ذهبي عندي هبدا بقى كده اصفيه كويس جدا واحطه في مصفى عندي. بعد كده هبدا ان انا انزل بيه معلقه كبيره من السكر في نفس الزيت اللي حمرت فيه البصل. بعد ما معلقه السكر تاخد عندي الكرمره الحلوه دي هبدا انزل بلتر من عصير الطماطم. هنزل كمان بمعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكيس من الصلصه او معلقه كبيره من الصلصه. اقلب بقى كل المكونات الحلوه دي كده مع بعضها. واخر بقى اضافه عندي البصل اللي حمرناه. هبدا بقى اكسره بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بيه على الصلصه. يعني بصوا كأننا بالظبط بنعمل هي شبه كتير الصلصة العادية، بس كأننا بنعمل الخطوات بالمقلوب. يعني بدل ما بنحمر البصل في البداية لأ، بنضيف البصل المحمر في الآخر خالص. بس عايزة أقول لكم إن طعمها حلو جدا جدا ومميز، لدرجة إن أنا بقيت معتمداها عندي في البيت، وده لأنها عجبت جوزي جدا جدا. كده خلاص بقى كانت التسبيكة خلاص، أو الصلصة عندي خلاص بقى كده اتسبكت عندي. ما خدتش وقت كتير على النار، خدت معايا كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. تمام. هبدأ بقى كده احضر طبق التقديم. هبدأ بقى اجهز كده المكرونة، والمكرونة اللي بستخدمها المحلات بتبقى المكرونة اللي هي الاسباجيتي مع المكرونة الخواتم. هبدأ كمان برضو كده اضيف الصلصة. زي ما قلت لكم الطريقة، طريقة المكرونة حلوة جدا تستاهل التجربة. هتغير فكرتكم خالص عن المكرونه بالصلصه، لدرجه ان انا متاكده ان انتوا باذن الله هتجربوها وهتعجبكم وهتعتمدوها زي ما انا معتمداها. لو عجبتكم الطريقه متنسوش بقى اللايك والاشتراك والمشاركه كتير عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.